هل تتوفر إرادة مغربية جزائرية لحل الخلاف؟ الباحث الجزائري وليد كبير: أفضل طريقة هي التوافق تدريجيا على الملفات العالقة بين البلدين. إعادة العلاقات الدبلوماسية ضرورية لفتح قنوات التواصل بينهما. الأكاديمي المغربي محمد بوخبزة: يد الرباط الممدودة تضم مقترحات كثيرة بينها شراكات وبرامج تعاون. نجاح دعوة الحوار مرتبط بالإرادة لحل القضايا العالقة وليس بإيجاد حل. ولكن في يوليو تموز الماضي جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التأكيد على دعم بلاده لستيفان دي ميستورا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إقليم الصحراء. تبون أوضح أن هذا الدعم يهدف إلى التواصل إلى حل سياسي عادل قائم على الشرعية الدولية، بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.